السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عملك وصفه حلوه قوي، سهله وسريعه، وتنفع فطار تنفع عشاء. سندوتشات للولاد. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على حبيبي الاول عليه افضل الصلاه والسلام. طاسه نحط فيها شويه فلفل. استبدلي الفلفل الحامي فلفل رومي عادي جدا براحتك، عشان الشطه ما تبقاش حامي قوي على الولاد. انا بحب دي شويه فول كده زي العسل. بحب الفول بالطريقه دي يكون مشطشط قوي، يبقى طعمه حلو. خلاص الفلفل ريحته تطلع مع شوية الزيت الحلوين دول. ريحة الفلفل تطلع، انا مش هقلي الفلفل. هنزل عليه بطماطم مقطعها مكعبات زي ما احنا شايفين، يعني حسب كمية الفول اللي هتعمليه. انا مش هحط توابل غير هي رشة ملح، يعني هنحيق الملح بتاعنا وبس، مش هحط توابل تاني. انا جايبة ب15 جنيه فول، فعاملة طماطم كتير. خلاص عاملة شوية طماطم حلوين كده. انا الفول لما بحب ادلعه بعمله بالوصفه دي، بالطريقه دي سهل وسريع، ما بياخدش معايا 5 دقايق. جنبه بقى شويه مخلل، شويه بتنجان مخلل، بيبقى حلو قوي بصراحه. تغيير، بدل الزيت بالليمون والزيت بالطحينه بنغير بقى شويه. فول بالزيت الحار، لا احنا نعمله فول طماطم والفلفل من غير بصل حتى، بقى طعمه حلو قوي وخفيف وما يتشبعش منه. انا مش هحط غير رشه كمون، ربع معلقه مش كتير عشان مغيرش طعمه. تتسبك كده والزيت يطلع على الوش، اعرف ان هو خلاص، مش هنحط حاجة تاني. هنزل بالفول بتاعي، بس لازم اسيب الفول شوية في الخلطة دي، يعني ما احطش الفول واطلعه على طول، لا لازم اسيبه على الاقل 10 دقايق. نوطي النار ونسيبه كده ياخد من طعم الخلطة، 5 دقايق 10 دقايق براحتك. كل ما بيقعد في الخلطة بيبقى حلو، بس النار تبقى هادية قوي. اهو هحط شوية مية بس عشان افكه، وتحطيه في علبة كده وتحطيه في التلاجة. ولما كل ما تحبي نفسك تروح للفول كده، شوية مية ومعلقتين 3 في طبق كده وسخنيه، بيبقى كأنك لسه عاملاه. احط شوية مية بس كده افك الصلصة دي، علشان انا هسيبه على النار 5 6 دقايق كده عشان يطعم من الطماطم والفلفل والزيت ويبقى طعمه حلو. خلاص هنقلب تقليبة كده ونسيبه بقى على نار هادية. الفول ليه طرق كتير، احنا بنحب الفول جدا، نعمة من عند ربنا. خلاص كده نسيبه بقى يغلي غلوتين. زي ما انت شايفه انا هديت النار عليه وسبته. بصي عامل ازاي، ما شاء الله، بجد حلو قوي. لونه حلو، طعمه حلو قوي. يلا بينا تاكليه بقى، تعملي الولاد. لو الولاد عاوزين بيحبوا الفول اعملوا لهم فيش فينو، يعني هما رايحين المدرسه، عشان العيش البلدي هيتقطع، لا في العيش الفينو بيبقى طعمه حلو وسهل ليهم وطعمه بيبقى احلى. لكن احنا ناكله بعيش بلدي كده ونستمتع جنب شوية مخلل، لا بجد حلو قوي وسهل وسريع وما بتاخدش معانا وقت خالص. اهي شايفين ما شاء الله، حلو قوي طعمه حلو. انا بجيبه وبهرسه في الكيس، يعني ما بخليهوش حبايه صاحيه. انت عاوزه تخليها صاحيه براحتك، انا بهرسه هو في الكيس كده، بيبقى اسهل عليا ان انا اعمله بالشوكه. اهو كلي بعيش بقى وغميزي كده واستمتعي بطعمه، مع ليمون مخلل زيتون فلفل. انا عامله لكم شويه ليمون تحفه، هنزل لكم الفيديو قريب ان شاء الله. يا رب الوصفه تعجبكم، سهله وسريعه ومتاخدش وقت، بألف هنا.